في حد فينا ما بيحسش إنه تايه ساعات، إنه يغيّر حياته للأحسن؟ بس الموضوع باين له كده كبير ومستحيل. كام مرّة في حياتك بدأت دايت أو رياضة جديدة وبعد كام يوم لقيت نفسك استسلمت؟ ما تقلقش، أنت مش لوحدك، كلنا بنمُر باللحظات دي. بس إيه رأيك لو أقول لك إن سر النجاح مش في التغيرات الكبيرة المفاجئة، بالعكس ده طلع في خطوات صغيرة جدًا، يا دوبك الخطوات دي متشافة بس بتعمل فرق كبير جدًا على المدى الطويل. ده بالضبط اللي هيكشفه لنا كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، واللي إن شاء الله هاحاول ألخّصه لك كده بطريقة سهلة ومبسّطة، علشان لو أنت ما لكش في القراية والّا حاجة بس حابب تغيّر حياتك زي ما غيّر حياة الملايين إن شاء الله. استعد، الرحلة في دقايق هتغيّر طريقة تفكيرك في العادات للأبد. بس قبل ما نبدأ سمي الله كده واعمل اشتراك للقناة وإعجاب لو أنت على يوتيوب ومتابعة لو أنت على المنصات التانية. بسم الله. كتاب العادات الذرية لجيمس كلير بيقول لنا إن النجاح ما بيجيش من نطات كبيرة مفاجأة، النجاح بيجي من تحسينات صغيرة أوي زي ذرة الرمل كده. بس مع الوقت ذرات الرمل دي بتتجمع مع الوقت وتعمل جبل. تخيل إن أنت بس تقرر إنك تتحسن 1% بس كل يوم، بعد سنة هتكون اتحسنت ب37 مرة عن السنة اللي قبلها. مش فاهم أو مش مصدق صح؟ طيب تعالى نشوف الكتاب بيقول ايه. الفكرة الأساسية الأولى، قوة التغييرات الصغيرة اللي هي مثلا 1% تحسن يومي. جيمس كلير هنا بيشبه الموضوع كده بالفوائد المركبة اللي بتكبر وتنمو مع الوقت. كذلك عاداتك بالظبط، يعني مثلا المشي 10 دقايق كل يوم، قراية صفحة من كتاب كل يوم، شرب كوباية مية زيادة، كلها حاجات في المظهر العام حاجات بسيطة بس على المدى الطويل بتفرق جدا. يعني مثلا لو عايز تتعلم مثلا لغة جديدة مثلا زي الإنجليزي، مش لازم تذاكر 5 ساعات في اليوم لأن ده مجهود كبير جدا وفي أقرب فرصة هتلاقي نفسك وقفت. لا، خليهم 10 دقايق بس كل يوم كفاية واستمر عليهم. والفكرة الأساسية التانية، الكاتب جيمس كلير بيقول لك ركز على النظام مش الهدف. يعني إيه الكلام ده؟ كتير مننا مثلا بيحط هدف وبيركز عليه هو، زي مثلا زي حد بيقول أنا عايز أخس 10 كيلو، حد تاني بيقول أنا عايز أبقى غني. الكاتب بيقول إن ده مش كفاية إنك تحط هدف، ده مش كفاية، لازم التركيز الأعلى والأهم يكون على النظام اللي أنت حاطه عشان خاطر توصل للهدف ده. مثلا بدل ما تقول أنا عايز أخس وزن، قول أنا هعمل نظام صحي للأكل وهتمرن 3 مرات في الأسبوع. والتركيز على الاستمرارية، لازم أستمر علشان خاطر بعد مدة ألاقي نتيجة للموضوع. كذلك اللي بيقول أنا عايز أبقى غني يركز على النظام اللي هيحطه علشان خاطر يقدر يوصل للهدف ده عن طريق إنه يتعلم أساليب التجارة المربحة عشان خاطر يوصل للهدف ده. عموم الفكرة إن النظام اللي بتحطه هو اللي بيخليك تستمر، الموضوع ما بيبقاش عشوائي. الفكرة الأساسية التالتة هي إنك تغير هويتك مش سلوكك بس، ودي يعتبر نقطة مهمة جدا. يعني بدل ما تقول أنا عايز أتمرن، قول أنا قررت أبقى شخص رياضي. لما بتغير هويتك تصرفاتك بتتغير لوحدها علشان تبقى ماشية مع الهوية اللي انت اقنعت عقلك بيها. يعني انت لو بتشوف نفسك شخص رياضي هتلاقي نفسك تلقائي بتختار الاكل الصحي وبتتحمس انك تعمل التمارين في مواعيدها، وهتبعد عن اي شيء يضر صحتك او جسمك. بعد كده الفكرة الأساسية الرابعة، الكاتب جيمس كلير هنا حاطط 4 قوانين لبناء عادات جيدة والتخلص من العادات السيئة. جيمس كلير هنا بيلخص ال4 قوانين دول في حاجات بسيطة جدا تقدر تطبقها على أي عادة سواء عايز تعملها أو تبطلها. القانون الأول هنا بيقول لك خلي العادة الجيدة واضحة قدامك، خلي العادة اللي حابب تعملها تكون باينة قدام عينيك دايما. يعني مثلا أنا ما بشربش مية كتير، فركز ان انا احط ازازه ميه قدامي مثلا في شغلي لو بقعد وقت طويل، على المكتب لو بذاكر. في دلوقتي تطبيقات طلعت الموبايلات بيذكرك بالميه، بيعمل صوت كده للميه كل ساعه بحيث انه بيفكرك ان انت تشرب على الاقل كوبايه او نص كوبايه ميه. مفيد جدا الموضوع ده. لو مثلا عايز تقرا تحط مثلا كتاب جنب سريرك قبل ما تنام، تقدر تقرأ صفحة أو صفحتين. أنا مثلا بشيل كتاب معايا طول الوقت بحيث لو اتيح لي فرصة إن أنا أقرأ صفحة أو صفحتين في أي وقت فاضي، ده بيفرق معايا جدا. وعلى النقيض علشان خاطر نبطل عادة سيئة خليها مش واضحة. ازاي؟ يعني مثلا اغلبنا، وانا كنت واحد من الناس دي، مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا.
فطبعا كنت فيسبوك، انستجرام، تيك توك مؤخرا. الكاتب هنا بيقول لك صعب الموضوع ده وما تخليهاش قدام عينك دايما، حاول تشيلها من على سطح المكتب بتاع الموبايل، يعني ما تخليهاش بره، خليها في اماكن جوه مخفيه، على الاقل عينك ما تجيبهاش. وحط حاجات مفيده يعني على شاشه الموبايل الرئيسيه، زي مثلا القران الكريم مثلا، حطه بحيث ان انا كل ما اجي احس ان انا عايز افتح موقع تواصل مثلا زي الفيسبوك، او الافضل من كده اقرا مثلا شويه لو عندي وقت فاضي، مثلا كتب تفسير كذلك برضو اللي هي PDF، حاجات زي كده. مفيش مانع ان انت تستخدم الحاجات دي، بس احنا بنستخدمها بشراهه بصراحه، فبيعود علينا بالسلب. الموضوع ده اصلا عايز حلقه لوحده يعني، وفي حلقات كتير ناس كتير اتكلمت عن سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ايه هي بتاثر في انتاجيه الانسان، وقد ايه هي بتاثر في مزاجه وموده ومشاعره. فالموضوع ده الافضل ان احنا نركز معاه وما نخليهوش قدامنا طول الوقت. بيتكلم بقى في القانون الثاني عن انك تخلي العاده اللي انت عايز تعملها دي جذابه. ازاي؟ يعني مثلا انا قررت مثلا انزل الجيم، ممكن اربط حاجه بحبها، زي مثلا انا بحب اسمع بودكاست، ممكن حلقه مثلا ساعه ولا حاجه تخلي معايا الجيم سهل وبستمتع. انت مثلا بتحب تعمل اي حاجه تانية، اهم حاجه يعني حاول تعمل حاجه جنب الجيم تسمعها، ما تكونش يعني بتغلط بربنا، اهم حاجه. مثلا زي لو هتسمع خطبة، قرآن، أي حاجة أنت نفسك فيها يعني، حاول تسمع في نفس الوقت أنت بتستفيد. فكده أنت ربطت حاجة بتحبها مع العادة الجديدة اللي أنت عايز تعملها، فالموضوع بيوصل معاك لمرحلة من المتعة. وعلى النقيض برضو، علشان خاطر لو عايز تبطل عادة سيئة، خليها صعبة، خليها مش جذابة، مش حاجة حلوة يعني. فكر مثلا في العادات السلبية دي، اكتب آثارها السلبية. يعني مثلا التدخين، اكتب كده دايما ورقة قدام عينك ان الآثار بتاعتها المستقبلية بتبقى ازاي على الجسم، وقد ايه بتأثر على صحتك. مثلا بالنسبة للأكل الفاست فود أو الأكل الجاهز، اكتب مساوئه أو ابحث لو أنت ما تعرفش أضراره. أكيد كلنا دلوقتي عارفين أضرار الأكل السريع ده أو الأكل الجاهز اللي بيجي من بره. اكتب أضراره، خلي الحاجات دي قدام عينيك مثلا في أماكن أنت بتواجد فيها كتير جدا. مش عيب الكلام ده ما دام هيغير مننا. يعني أنا مثلا الحاجة اللي ببقى عايز أركز عليها وأعملها بكتبها قدامي وأحطها مثلا على المكتب اللي بقعد عليه، مثلا على الحيطه في الشغل، مثلا بحط مثلا كلمه معينه، مش شرط حد يبقى واخد باله ايه الكلمه اللي مكتوبه، بس دي حاجه بتفكرك ان الحاجه دي مثلا هتعملها او هتبطلها. تمام. القانون الثالث بقى بيقول لك خلي العاده اللي انت ناوي تعملها دي بسطها وخليها سهله. ازاي؟ حاول مثلا تبسط الرياضه لدرجه تخليك ما يبقاش عندك حجه انك ما تعملش رياضه. بمعنى صح ازاي؟ انت مثلا صحيت من النوم، واظب ان انت بعد ما تقوم من النوم وتقول اذكار الاستيقاظ، يعني الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، يعني دقيقه كده بس على ما الدوره الدمويه تشتغل. انا بالنسبه لي مثلا بتنزل تلعب مثلا 10 ضغط، 15 ضغط، 20 ضغط، زي ما بتقدر منه، بتفوق نفسك بدل ما انت مثلا بتاخد وقت على ما تفوق. الموضوع ده بيفرق جدا. مثلا لو قدرت تزود على ده، مثلا تلعب 5 بطن، 10 بطن، يعني مش هتكمل في الموضوع ده كله دقيقتين مثلا. بيبقى الموضوع ده مع العادة، وإن هو مش عدد كبير، بيبقى سهل جدا. يومين ثلاثة بتلاقي نفسك ده بقى موضوع أوتوماتيك بتعمله، تبقى خلاص اتعودت عليه، فبيبقى سهل. ما بيبقاش عندك حجة إن أنت مستصعبه يعني. عايز تروح الجيم ولاقي الموضوع صعب، مش مشكلة، شوف التمارين اللي هي ينفع الواحد يعملها برضه في البيت، واعمل برضه ايه 3 4 تمارين 5 دقايق كل يوم، بحيث ان انت الموضوع يبقى سهل عليك اكتر، وفي نفس الوقت ما تديش فرصة لعقلك انه يستصعب الموضوع ده. كذلك لو انت عايز تبطل حاجة سلبية، هتخليها صعبة. صعبة ازاي؟ مثلا اتكلمنا قبل كده مثلا عن الاكل اللي من بره. احسبها ان انت الاكل دلوقتي بقى مكلف جدا. انا لو جبت اكل، يعني انا لو رايح الشغل وجبت اكل معايا من البيت كل يوم، على الاقل هوفر المبلغ اللي بدفعه كل يوم مثلا في الاكل ده. فكر مثلا لو انت بتدخن، فكر احسبها كده في الشهر انت بتصرف كام في التدخين، يعني حرام الفلوس دي هتتسئل عليها وكده. القانون الرابع، خليها مشبعة. يعني ايه؟ حاول تكافئ نفسك بحاجة تخليك سعيد بعد ما تعمل العادة دي. ازاي او ليه؟ دي اسمها المكافأة الفورية. المكافأة الفورية دي بتخلي مخك يربط العادة الجديدة دي بشعور حلو، وده بيخلي مخك يبقى عايزك تكررها تاني عشان تحس بنفس الشعور اللي هو حس بيه ده، فده بيساعدك على انك تستمر. ممكن تكون المكافأة كمان بسيطة، زي انك مثلا لو كاتب المهام بتاعتك اليومية في نوت بوك او تو دو ليست،
حتة إن أنت بتعمل صح قدّام كل مهمة تميتها في اليوم، يعني مثلًا ممكن تنظّم وقتك ما تخلّوش عشوائي، إنك مثلًا تخلّي كل يوم مثلًا أنت كتبت أنا هاقوم من النوم هاعمل تمارين صباحية لمدة 5 دقايق، هاقرأ الأذكار مثلًا، هاروح الشغل وأنا ماشي في الطريق هاقرأ الورد بتاعي، كل ده تقدر تكتبه حتى لو أنت بتعمل الكلام ده بس كتابته، ده بيخلّيك منظّم أكتر، وبيخلّيك تحس بشعور كويس جدًا لمّا بتيجي تعمل علامة صح قدّام كل حاجة، دي حاجة أنا بصراحة جرّبتها، وبتخلّيك لو أنت في يوم ما عملتش العادات دي أو الحاجات دي ما كتبتهاش، تلاقي نفْسك يوم مشي عشوائي وممكن ما تنفّذهاش كلّها، فبتحس إن أنت مقصّر، فلذلك بانصحك إن أنت تكتب العادات دي كل يوم قبل ما تنام إن شاء الله، بكرة الصبح هنعمل إيه، نصلّي الصلوات في وقتها، هنقرأ الأذكار، هنقرأ وِرد يومي للقرآن، هنعمل تمارين صباحية لمدة 5 دقايق، هنشرب مَيّة مثلًا كويسة خلال اليوم، يعني حاجات كلّها بسيطة جدًا، بس العائد على نفسيتك هيبقى حلو جدًا، يعني عن تجربة والله. فحتّة إن أنت بتعمل صح قدّام كل مهمة تميتها دي كفيلة إنها تخلّيك تشعر بشعور كويس جدًا، غير كده كمان بتحس إن أنت عملت إنجاز عظيم في اليوم ده، فتخيل بقى أنت كل يوم آخر اليوم بتحس إن أنت عملت الإنجاز ده أو عملت إنجاز، بتحس إن أنت نفسيتك مرتاحة، عقلك مش بيأنِّبك إن أنت يومك عدّى على الفاضي وضيّعته في اللاشيء، كذلك بعد مدة طويلة مثلًا بتلاقي نفسك كل شهر لو عملت وِرد نُص جزء كل يوم أو جزء، يعني الحمد لله رب العالمين بقى لي فترة منتظم على جزء، باقول كده يعني عشان أحفّزكم والله مش قصدي، فبتلاقي نفسك آخر الشهر ختمت. في الشهر اللي فات حصل عندي ظرف، حادث سعيد الحمد لله يعني ربنا يرزقكم بمولود، اتضغطت في آخر يومين فما كنتش عارف أعمل الورد القرآني بتاعي، فلقيت نفسي يوم 1/7 وأنا باسجّل المولود الجديد بتاعي، لقيت إن أنا كان ناقص لي الجزء ال30 ما قرأتوش، لإن كانت الولادة كانت في اليوم ال30 مع اليوم والتعب والضغط وكده، فما لحقتش أقرأ الورد، فاضطريت أقرأ الورد بتاعي يوم 30 الجزئين مع بعض. كان حاسس إن هو مشقة بس خلّاني حاسس إن أنا بقيت ملتزم إن أنا خلاص بقى عليّا جزء، ولو عدّاني اليوم الجزء ده باقسّم الجزء ده مثلًا على قد ما أقدر على باقي الأيام، يعني باقرأ مثلًا الجزء عادي ومثلًا ممكن آخُد من اليوم اللي قبله 5 صفحات، 10 صفحات، زي ما باقدر أستوعب وأقرأ يعني، فبتلاقي نَفْسك كل شهر على الأقل بتختم مرّة، الحمد لله الأذكار أنت مواظب عليها، التمارين مع الوقت يعني أنا اللهم لك الحمد بقى لي فترة مثلًا بالعب التمارين الصباحية دي، هي ممكن أثرها الجسماني مش باين عليك، يعني أنت مش باين إن أنت body building والكلام ده، بس بيأثّر في نفسيتك وفي صحتك، يعني أنت بيبان عليك إن أنت بينك وبين نفسك يعني بيبان إن أنت الحمد لله جسمك مش تعبان، جسمك فايق، على الأقل الصبح لمّا بتيجي رايح شغلك بدل ما كنت الواحد بيروح يفضل قاعد ساعة في الشغل لغاية ما يفوّق، لقيت نفسي خلاص الحمد لله أنا بافوق قبل ما بانزل الشغل، قبل ما باخد الدُش بابقى فايق الحمد لله، فالحاجات دي كلّها مفيدة جدًا. الكتاب ده ساعدنا جدًا، جدًا، جدًا في الحاجات دي بصراحة وفرق معايا في تكوين العادات البسيطة الصغيرة دي، طبعًا تفاصيل الكتاب أكبر من كده بكتير. حابب أقول لك الخلاصة إن موضوع التغيير ده طلع مش بالصعوبة ولا إن إحنا هنعمل معجزة، موضوع التغيير طلع بسيط جدًا، بس إحنا دايمًا الحاجة علشان خاطر إحنا ما بدأناش فيها فبتبقى كبيرة جدًا بالنسبة لنا. التغيير مش محتاج مننا غير بس ذرات بسيطة بنستمر عليها يوميًا، مع المدى الطويل بتلاقي نفسك كوّنت عادات مفيدة وحلوة جدًا وهتفرق معاك إن شاء الله. لو أنت ما لكش في القراءة أتمنى إن أنا أكون أفدتك يعني، ولو ليك حاول تقرأ الكتاب ده لإنه فيه طبعًا تفاصيل أكتر من كده بكتير جدًا، بس أنا حاولت ألِم لك النقط الهامة يعني. أتمنى إنك تبدأ من النهارده تنفّذ حتى لو عادة واحدة بسيطة جدًا، جزء صغير جدًا تقرر كل يوم تكتبه إنك هتنفذه يوميًا، وحاول تطبّق عليها القوانين ال4 دي اللي إحنا قُلنا عليها. صدّقني بعد فترة مش كبيرة هتتصدم من النتيجة، يعني الحاجات البسيطة اللي أنت شايفها بسيطة جدًا دي بعد ما يعدّي شهر، شهرين هتلاقي نفسك هتتصدم يعني بجد يعني. وافتكر دايمًا إن النجاح هو نتيجة العادات اليومية، مش التحولات اللي بتحصل للإنسان مرّة واحدة في العمر. وفي الآخر صلّ على النبي، ولو عجبك الملخص ما تنساش تشترك لو ما اشتركتش، وتعمل لنا لايك عشان ده هيساعدنا جدًا، واكتب لنا كده في الكومنتات أنت استفدت مننا أو نوّر معاك إيه بالضبط كنت مأجّله وإن شاء الله هتنفّذه، والعادة اللي أنت ناوي تنفّذها إن شاء الله يا ريت تكتبها في الكومنتات بحيث غيرك يمكن يتشجّع وتكون سبب في إنك تغيّر يوم حد أو حياة حد. حاول إحنا بنعمل الفيديوهات دي عشان خاطر
نكون زي أثر زي الصفحة بالظبط. وإن شاء الله تابعوني، وإن شاء الله هننزل ملخصات لكتب تانية إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بجودة أحسن بما إن ده أول فيديو لينا. السلام عليكم.